انا احمد، وده فيديو من فيديوهات معلومه طبيه على السريع. تعالى نعرف ليه لو بيشن بياخد ايزونوزايد ممنوع اديله باراستامول معاه. وده ليه يا ترى؟ عشان هنا الايزونوزايد بيحصل له ميتابوليزم في الليفر عادي جدا، فلما يحصل له ميتابوليزم هيطلع ماده سامه منه اسمها الهيدرازين. مش دي المشكله. المشكله عندي هنا بيجي دور الجلوتاثيون. وايه هو الجلوتاثيون؟ ديت عباره ده مضاد اكسده قوي جدا موجود في خلايا الجسم. بيتفرز منين؟ بيتفرز من الليفر والكدني، ويتفرز من اللنج والانتستين وكذلك. فدوره ايه اصلا؟ دوره ان هو بيتخلص من المواد السامة اللي موجودة جوه الجسم. فهو بيجي دوره بيتخلص من المواد السامة اللي طلعت من تكسير الايزونوزايد. حلو جدا. يجي بقى دور البارستامول، برضو نفس الحوار، بيحصل له ميتابوليزم فين؟ في الليفر. طبيعي جدا. بيتحول جزء منه لمادة سامة وهي ال NABQI، ودي اختصار دي اختصار لإيه؟ إن أستايل بنزوكلونون أمين. ده اختصار الكلمة دي. يجي برضو دور الجلوتاثيون ويتخلص منه لأنه مادة سامة. فمن ضمن الأسباب اللي ما ينفعش أدي باراستامول مع الأيزونازايد، لأن الأيزونازايد عندي هنا بيقلل لي كمية الجلوتاثيون. حلو. فطبعا دوت بيزود احتمال حدوث توكسيستي من الباراستامول، فيميل حاجة اسمها هيباتو توكسيسيتي.